في فيديو النهاردة بقى هنعمل السمك بكذا طريقة، وهنعمل الصيادية الدمياطي على أصولها، وكمان هقولكوا ازاي تشووا في البيت السمك في فرن البوتاجاز من غير اي دخان، وهيطلع معاكي تحفة والقشر مش بيلزق خالص. وهنعمل كمان الكابوريا بكذا طريقة، وازاي تعملي سمكة القاروص الجميلة دي سنجاري تحفة جدا. تعالوا بقى نشوف حضرنا سفرتنا ازاي. هبدأ بسمكة القاروص، هبدأ كده انضفها واشيل اي زوايد فيها، واشيل كده بالسكينة القشر اللي بيبقى موجود في الظهر، وهفتحها فتحة سنجاري. فتحة السنجاري بتتفتح معانا من الجنب مش من البطن. وفي طاسة على النار نزلت بشوية زيت، وهنزل بالخضار. عندي بصل جوليان وفلفل وطماطم وجزر مبشور وشوية شبت. هنزل بالبصل وهدي تقليبة، بعدين هنزل بالجزر، وبعدين الفلفل والطماطم ومعلقة الثوم، وهنزل بالبهارات ملح فلفل كمون، وندي تقليبة، وبعدين معلقتين الخل، وهطفي النار وهنزل بالشبت عشان يفضل محتفظ بلونه الأخضر وما يغيرش لونه معايا. عندي بقى هنا في القارب نزلت بمسحة زيت، وهحط القاروصة بتاعتي. عندي هنا في الطبق ليمونة كبيرة حطيت عليها ملح وفلفل وكمون، وهمسح بيها السمكة كلها عشان اضمن ان هي اتملحت من جميع الاجزاء. هغطيها بقى بالخضار اللي احنا ادينا له كده تشويحة على النار، هغطيها كلها وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 شغال من تحت بس، واخر 5 دقايق هشغلها من فوق تاخد وش كده محمر، وشريحتين ليمون كده على الوش للتزيين. نيجي بقى للكابوريا. انا بصراحة كنت عاملها كلها مدفونة بالرز، لكن لقيتها مبطرخة فهاخد شوية كده هسلقهم، والباقي هعمله مدفونة بالرز. انا هنا بفتحها وبنضفها كويس من جوه، وبشيل الظهر بتاعها، وبرضه هشيل الرجلين عشان يبقى شكلها ظريف معايا على الرز. دول بقى الشوية اللي هسلقهم حطيت عليهم بصلة مقطعة وملح وفلفل وكمون وكوباية مية، وأول ما تغير لونها بنديها تقليبة كده ونسيبها تاني على النار لحد ما تستوي معانا. هي بتاخد ربع ساعة، ما بتاخدش وقت كبير. عندي بقى هنا في الحلة هعمل مدفونة الكابوريا. كلنا عارفين مدفونة الجمبري، النهاردة بقى هنعملها بالكابوريا. عندي بصلة حمرتها في شوية زيت ونزلت بالكابوريا، وعلى قد مقدار الرز بتاعك هتحطي الملح. انا هنا حطيت معلقتين ملح، وهحط نص معلقة كمون ورشة من الفلفل، وهقلب كده لحد ما الكابوريا تغير لونها. وعلى قد مقدار الرز هتنزلي بالمية. كوباية رز مصري بتاخد كوباية مية. حطينا هنا الرز بعد ما المية غليت، وحطيت شريحة ليمون، وهنغطي عليها لحد ما المية تتشرب ونوطي، وكده خلاص الرز جاهز معانا. نيجي بقى للسمك اللي هنشويه، وعايزة اقولكوا مفيش اسهل من كده شوي في البيت. هنجيب شوية ردة، ونجيب السمك بتاعنا هننزله في الردة ونغطيه كويس جدا، وعلى الصاجة بتاعتنا هنرش شوية ردة ونرص السمك. مفيش اسهل من كده. انا هنا خلاص كنت حطيت الكمية كلها ومولعة الفرن، الشواية بس، ما نولعش الفرن نهائي، الشواية بس. انا هنا بوريكوا قد ايه السمك بيستوي معايا من غير اي دخان، حرفيا مفيش نقطة دخان طالعة. لكن انتي لو فتحت الفرن هيملى معاكي دخان ومش هيبقى زي الشواية. هنا كده خلاص دي استوت معايا طلعتها. اي حاجة بتستوي معاكي بتشيليها عشان ما تتحرقش منك، وتقربي بقى باقي السمك تحت الشواية. انا هنا بقى هوريكوا ازاي القشرة مش لازقة في السمك، وطالع معايا مستوي ومش ناشف خالص، والفص فعلا ابيض وجميل، كفاية ان هو مشوي في البيت. هنا بقى عندي سمكة اللوت هنعملها صيادية. النهاردة كان يوم العالمي للأسماك. عندي في الحلة شوية زيت عليهم بصلة مفرومة، هنسيبها لحد ما تحمر معانا خالص كده، يعني تبقى بني بني محروق كده معانا. هننزل بالملح والفلفل والكمون، وبعدين لما تغلي هننزل بالسمك. مفيش اسهل من كده، صيادية دمياطي اصيلة. لو وصلتوا بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتدوسوا لايك وشير. هنا بقى هنملح السمك اللي شويناه مع بعض، سبته املحه معاكم
مملحه بملح وفلفل وليمون ونص كوباية مية سخنة وشوية شبت كده للتزيين وكمون أكيد، واللي حابب يضيف شطة يضيف. دي بقى مدفونة الكابوريا، عايزة أقولكوا طلعت معايا حلوة جدا، لازم تجربوها. والرز طالع مفلفل والكابوريا مستوية تماما. معظمنا بيعملها بالجمبري بس عايزاكوا تجربوها بالكابوريا. سمكة القاروص بقى كده كده هي طعمها خيال، بس تشويحة الخضار اللي احنا عملناها ديت أضافت لها، حافظت لي على الفظ بتاعها جوسي زي ما هو. نيجي بقى لشوية الكابوريا اللي سلقناهم، عايزة أقولكوا كانوا مبطرخين وحرام كانوا يروحوا في الرز كده. أنا هنا بقى فتحتلكوا واحدة عشان تشوفوا البطروخ معايا. وادي شوربة الصيادية الدمياطي اللي عملناها باللوتة. لازم أهم حاجة في الصيادية الدمياطي الليمون، عصروا بقى ليمون كده واشربوا وبألف هنا.